بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا يا جماعة النهاردة هتكلم في موضوع قد إيه هو مهم جدا. هكلم كل واحد وواحدة مكروب أو مهموم أو عنده ضيق أو حامل هم الدنيا في قلبه. بس قبل ما هكلمه هحكي له قصتين. القصة الأولانية وردت عن الإمام أحمد بن حنبل، هذا الإمام العظيم إمام أهل السنة والجماعة. في وقت من الأوقات كان الإمام اتهموه بالبدع وطردوه بره البلد، فالمهم راح بلد تانية، فحب عشان يبات في هذه البلده، فحب يشوف اي مسجد يبات فيه. فالمهم الخادم بتاع المسجد مرضيش ان هو يبيته في المسجد، فحصل زي مشاجره بينهم. فالامام احمد حنبل طلع بره المسجد ومشي منهم. فكان في خباز في الطريق كان معدي، فشاف الامام وهو ما كان معرفش ان هو ده الامام احمد بن حنبل. فحب قال له انا جاي من بلد غريبه. فالمهم قال له خلاص طب تعالى بات عندي في البيت. فالمهم الامام راح معاه وبات فعلا عنده في البيت. والامام احمد بن حنبل لاحظ حاجه غريبه قوي. لاحظ ان الخباز طول ما هو بيشتغل وبيحاول يخبز العيش بتاعه، لقى ان لسانه ما بيسكتش ابدا، طول النهار بيذكر ربنا. ولاحظ ان هو مش بيذكر اي ذكر، لقى ان هو بيستغفر دايما. فالمهم الامام احمد بن حنبل سأل الخباز، سأله قال له ايه؟ قال له انا شايفك طول ما انت قاعد وبتشتغل بتستغفر، فما ثمرات الاستغفار؟ يعني انت لما استغفرت كتير كده ايه اللي حصل؟ فرد عليه الخباز. بصوا يا جماعه ردوا عليه رد عجيب وغريب. رد عليه قال له انا مفيش دعوه ادعيها غير لما ربنا يستجيب لي، الا دعوه واحده بس. فالامام احمد بن حنبل رد عليه وقال له ما تلك الدعوه؟ يعني ايه هي الدعوه دي اللي انت، يعني انت كل الدعوات ربنا بيستجيب لك الا دعوه واحده بس؟ فهو كان عاوز يعرف ايه هي الدعوه دي. فالخباز رد عليه قال له اني ارى الامام احمد بن حنبل. فطبعا الامام استعجب جدا وقال له لقد جئتك جرا جرا، يعني جيت لك مجرور من عند ربنا. بصوا يا جماعه الخباز كان طول حياته مقضيها كان ايه؟ ذكر. وطول حياته كان مقضيها استغفار. طول ما هو قاعد كان بيستغفر. انا عايز اقول لكل شاب وكل شاب وكل راجل وكل امراه وكل الناس، يا اخي طول ما انت قاعد استغفر. ده انت لو قاعد بتتفرج على التلفزيون بتتفرج على ماتش كوره استغفر. والبنت اللي رايحه جامعتها وهي ماشيه وراكبه حتى اتوبيس ولا راكبه عربيه ولا راكبه اي حاجه استغفري، بدل ما انت ساكته وقاعد بتتفرج على الناس. والشاب اللي ماشي وحاطط الوكمان في ودنه وقاعد بيسمع اغاني، يا اخي شيل السماعات ديت واقعد اذكر ربنا واستغفر وشوف ايه اللي هيحصل لك. الست اللي قاعده في مطبخها وهي بتطبخ الاكل استغفري. اي واحد ماشي في الطريق ده انا بشوف ناس ماشيه في الطريق يا جماعه بحس ان هي يعني مش مركزه. يا اخي طول ما انت ماشي استغفر، هتخسر ايه يا جماعه؟ ده العضله الوحيده اللي في جسم الانسان ما بتتعبش هو اللسان، ما بيتعبش ابدا. استغل وقتك واقعد استغفر وشوف ربنا هيعمل معاك ايه. اللي مكروب واللي مهموم وعنده ضيق، والله لما هتستغفر ربنا هيطلع الضيق ده من حياتك ومن قلبك، وهتشوف ربنا هيعمل معاك ايه. القصه الثانيه كانت وردت على الامام الحسن البصري. كان قاعد ومعاه جماعه وكل واحد جاله فقال له يا امام نحن نشتكي المطر، يعني ما فيش مطر في بلدهم. فرد عليه قال له عليك بالاستغفار. واحد تاني جاله قال له ايه؟ قال له يا امام انا معيش فلوس وبشتكي من ان انا معيش اموال. قال له عليك بالاستغفار. تالت واحد جه قال له يا امام انا بشتكي ان انا نفسي اتجوز اعمل ايه؟ قال له عليك بالاستغفار. فالناس اللي كانوا حوالين الامام الحسن البصري قالوا له يا امام احنا لاحظنا ان الثلاثه اللي جولك قلت لهم نفس الرد اللي هو عليك بالاستغفار. اما الامام الحسن البصري قال لهم مش انا اللي بقول، ده ربنا قال في سوره نوح فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ده وعد من عند ربنا، اللي هيستغفر كتير ربنا هيرزقه بالمال وهيرزقه بالاموال بالاولاد، هيرزقه بكل شيء. ده انا عايز اقول لكل واحد ما بيخلفش او كل واحده ما بتخلفش استغفر كتير ربنا هيرزقك بالاولاد. اللي معهوش فلوس استغفر كتير ربنا هيبعت لك والله العظيم مال. خلي عندك يقين في ربنا سبحانه وتعالى. استغفر كتير وربنا هتشوف هيعمل معاك ايه. اخر حاجه بقولها لك قبل ما تقفل الفيديو شيره. عايز اقول لك على حاجه، انت كل واحد هيستغفر لما هتشير الفيديو ميزان حسناتك. فما تكسلش وربنا تقبل مني ومنكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.